ازيك يا عزيز اهلاوي؟ احلى ماتش الكولر من فتره كبيره جدا. وصلت نهائي عشان تقابل بيراميدز ب3 اهداف على سموحه، ومش بس اهداف، ده لعب واداء وتالق وحاجه مفيش بعد كده. والاحسن من ده كله يا عزيز اهلاوي ان كهربا شارك وتالق. يعني ده لو كان نزل دقيقتين 3 بس كنت هتلاقي صياح هناك، ما بالك بقى اما ينزل ويجيب اسيستين ويجيب جون كمان. اخبط لايك بقى يا عزيزي واعمل شير ويلا بينا ندخل في الحلقه. الحقيقه انا عارف ان معظم الحلقات اللي بتتكلم على الماتش ده كانت بتمجد في كهربا، لكن الحقيقه قبل ما نتكلم عن كهربا لازم نتكلم على مستر كولر. الراجل ده انا بحبه، راجل بصفقات تقريبا ما طلبهاش مركبك مركز اول من اول الموسم. خد سوبر قصاد الزمالك، واصل نهائي اهو قصاد بيراميدز، كسب بيراميدز 3-0 في اسوأ حالاتك، فعايزين نحافظ على الراجل ده. مستر كولر النهارده قصاد سموحه تقريبا استغنى عن البلاي ميكر، وما لعبش بطريقته المعتاده 4-2-3-1، لكن لعب بطريقه اشبه ل 4-3-3. ممكن يكون لان قفشه كان مصاب، او جايز ان مردود قفشه كبلاي ميكر شيء محزن. ورغم غياب البلاي ميكر الا ان النادي الاهلي وبالذات الشوط الاول تالق غير عادي. طب الاسباب بقى ايه بقى يا باشا؟ النهارده رجعنا تاني نشوف منظومه الضغط للنادي الاهلي هايله، منظومه الضغط العكسي، وانك تستعيد الكرة تاني بعد ما تتقطع منك في ثواني معدودة، ودي لا تتخيل هي بتشل اي فريق بتلعب قصاده ازاي. كمية احباط ويأس ان انت مش عارف اصلا تبني هجمة عليه، بالاضافة ان انت لما بتسترجع الكرة بسرعة بتبعد عن منطقة مرماك، فبالتالي الخطورة عليك بتقل، ففرصة ان انت تستقبل اهداف بتبقى اقل، وبالعكس كمان الكرة طول ما هي في رجلك فرصة ان انت تجيب اهداف بتزيد، شيء بديهي يعني. النقطة التانية النهاردة اللي حابب اتكلم عليها هي الاطراف، والاطراف اقصد بيها الجبهة كلها، الباك مع الوينج. حسين الشحات ومحمد هاني الناحيه دي هايلين، والناحيه الثانيه علي معلول واحمد عبد القادر في الماتش ده كمان كانوا هايلين. اوفرلابات واندر لابات وحاجات كده تقسيم، والباك يطلع من هنا ويروح هنا، واوفرات وحاجه اخر عسل. تحس كده ان في انسيابيه في الاداء، تحركات بدون كوره ممتازه. طب بما ان انت بتعمل شغل من على الاطراف دي في الغالب هترفع اوفرات. لقينا النهارده حاجه احسن واحسن ما كناش بنشوفها قبل كده، واتكلمنا عليها قبل كده، موضوع الزياده العدديه. انت النهارده نص ملعبك مع كل هجمه من الطرف بتلاقي حمدي فتحي او ديانج او محمد فخري جوه الصندوق، فبالتالي ما بقاش المهاجم لوحده اللي هو كهربا. النهارده فرصه ان الكوره تستلمها كنادي اهلي وتشكل خطوره بتزيد، حاجات بديهيه جدا. ولو على وسط الملعب الموضوع بسيط جدا، واحد بيثبت واتنين بيزيدوا. في الغالب كان حمدي فتحي ومحمد فخري هما اللي بيزيدوا، واليو ديانج هو اللي بيأخر نفسه شويه، عشان برضو لو الكوره اتقطعت وطلع عليك بهجمه مرتده تلاقي حد يأمنك. النقطة الرابعة اللي ساهمت في شكلنا النهارده كده وهي محمود عبد المنعم كهربا اللي قاعد في البيت بقاله سنة ونص جعان كورة حرفيا، حاسس بظلم عليه، فلما ينزل ويبقى ذهنه حاضر كده النهارده، وده كمان اللي اكده تصريحات كولر بعد الماتش لما قال ان كل اللي طلبته من كهربا عمله. يا جماعه بصوا على تحركات كهربا، رغم ان هو مش مهاجم صريح، كهربا بيلعب وينج وبيلعب مهاجم تاني، لكن هو مش سترايكر. لكن بص في مخه وذكاء اللعيب وتحركاته عامله ازاي، بيتحرك في المساحات بدون كوره هايل، ازاي بيهاجم المساحه عشان يخلق مساحه تانيه لزمايله، مفيش احسن من كده، ازاي لما بيجيله كوره بيقدر يتصرف فيها. الراجل النهارده جاله كورتين، حط واحده جون والتاني ضيعها بعد ما كان شطب بنزين. مهاجمين تانيين عندنا ممكن يجيله في الماتش 4 أو 5 فرص وما بيجيبش منها ولا واحده. حتى الكنترول الاسيست اللي عمله النهارده لحمدي فتحي لما خد الكوره وصلحها له، الكوره دي لو مع اي مهاجم تاني في النادي الاهلي بدون ذكر اسامي هتتقطع منه. ازاي تحضن على الكوره وتاخد المدافع في ظهرك. المهم ان كان في ديناميكيه كده وانسيابيه في الاداء تقريبا من كل لعيبه النادي الاهلي، فتحس كده ان في سكر مرشوش في الملعب. كل الاهلاويه باصين للشاشه مبتسمين كده ومتنحين مش مصدقين اللي شايفينه. وعشان كل ده لازم ربنا يكرمك فيجي جون اول في الدقيقه 7 باسيست جميل من محمود عبد المنعم كهربا، اللي دخلت في الخور من هاني سليمان، واللي اتكلمنا عليه قبل الحلقه على الفيسبوك وقلنا ان الراجل ده بكره هيضحكنا عشان الاستظراف والخفه اللي بتحصل من بوستات كده وخفه دم. لازم تلاقي عقابه كده في الملعب، ده قانون يا جدعان. فتلاقي كهربا بيشوط الكوره ضعيفه تعدي كوبري من تحت الهاني سليمان، يخش عبد القادر يحطها، ويعني الهاني سليمان مش مصدق، بيرفع ايده لحكم الرايه بيقول له كهربا موقوف بيلعب ازاي، عشان بعديها ب3 دقايق ياخد على عينه تاني برضه كهربا يعمل اسيست لحمدي فتحي. الزيادات من نص الملعب، قلنا ان اللي بيزيدوا حمدي فتحي ومحمد فخري. حمدي فتحي المره دي اللي كان في الصوره تتصلح له حلوه جدا وما يسميش عليها شوطها، هي الكوره سهله وممكن تتصد، بس طبعا اللي واقف الهاني سليمان وغدا القاك عشان يلبس جونين في اول 10 دقايق، وفي الدقيقه 15 اطلع يا حبيبي ويسحبه طارق العشري
وينزل مكانه عمر صلاح. احلى مسا على عيونك. فيبقى اول ربع ساعه جونين، اسيستين من كهربا، وطلعت كمان الحارس بتاع الفريق المنافس من غير اي اصابه، فتعمل دربكه كمان في الفريق. بدايه مفيش احسن من كده. ده اللي بنقوله كل مره، ما تصعبش الماتش على نفسك، خلص ماتشك بدري بدري، هتلاقي كل الماتشات بتفتح معاك كده. وقبل نهايه الشوط الاول ربنا يكرم كهربا اللي يستاهل الحقيقه بجون ثالث باسيست ولا احسن من حسين الشحات السالك. حسين الشحات العادي انه بيقطم الكره دي وبيعدلها على شماله ويلم مره واتنين ويشوطها، انما بص تحرك كهربا عامل ازاي، فتح لنفسه مساحه حطها له فيها هوب يعمل تشبايه جميله، مفيش احسن من كده. الجون كله الاستلامه بتاعت حسين الشحات. فكرني كده من كام يوم كنت بتفرج على فيديو من منتخب البرازيل، اعتقد ممكن ناس منكم يكونوا شافوه، وهم بيعلموا اللعيبه الاستلام جوه دايره السنتر. كرة بتتحدف عليهم من فوق كده زي مسافه برج تقريبا، وازاي تستلم الكوره من غير ما تطلع بره الدايره. ما كيفنيش في الاستلامات غير نيمار اكيد من البرازيل. وحسين الشحات في الدوري المصري هو احسن لعيب بيستلم الكوره. حسين الشحات انتقدناه كتير لكن هو لعيب مهاري، ولما بيكون فايق بيزيد قوي. والدويتو اللي حاصل بينه وبين محمد هاني مفيش احسن من كده. حسين الشحات بقاله فتره فايق، نتمنى يفضل على كده ويزيد. وعشان سلكان حسين الشحات ربنا يكرم كهربا ويحط الجون الثالث ولا اروع من كده، عشان يخلص الشوط الاول 3-0 وكهربا يبقى نجم الشباك. سموحه ما جاش الشوط الاول تقريبا باستثناء كده كوره راحت لحسام حسن بعد تدخل من حمدي فتحي ويبقى انفراد، ولكن طبعا يطوح الكوره في السماء وكولر يحمد ربنا ويقول ربنا يخليك يا حسام يا حسن، اعارتي ليك كانت صح يا ابني. يلا بينا نروح على الشوط الثاني. الشوط الثاني يا باشا انت ضمنت الماتش خلاص 3-0، مفيش داعي للفرهده، قدامك ماتش زمالك بعد 3 ايام، فبالتالي مستر كولر لعب شويه بشكل تحفظي، مش تحفظي بالمعنى الحرفي للكلمه، ولكن منظومه الضغط بدات تهدى، بدات اللعيبه ما تجريش على كل كوره، فبدانا نشوف ان الناس بتريح عشان خلاص ضمننا الماتش. ورغم كده برضو اتلعب ثرو الكهرباء اللي بيعرف يفضي نفسه ويروح للمساحات. مفيش يا جدعان والله يعني الف به كوره ان المهاجم يكون ذكي، ولكن بما ان الراجل ما لعبش بقاله سنه ونص فكتر خير الدنيا ان هو اداك الساعه دي ويضيع الانفراد نتيجة ان هو خلص بنزين. وفعلا مستر كولر يسحب كهربا مع حمدي فتحي مع محمد فخري، وينزل قفشه وشادي حسين ومروان عطية. والحقيقة حمدي فتحي هو لعب 5 دقايق كده بعد الكرة اللي اتشاطت فيه ولوت له رجله، رغم ان الجهاز الطبي شافه. انا مش فاهم هو ليه ما سحبوش، ربنا يستر على الاصابة دي، بس انا كنت شايف ان الجهاز الفني كان لازم يغيره على طول، مش محتاجه تدوس عليه لان الماتش اصلا مريحك، وانت عندك ماتش زمالك اسحبه يا باشا واطمن عليه. فكرني برضو بمروان محسن قبل كده لما جاله صليبي قدام عينينا في الملعب والجهاز الطبي شافه وما طلبش تغييره، والراجل قام مشي خطوتين وحاول يلعب دقيقتين. الراجل بيلعب والصليبي بتاعه مقطوع يا جدعان، وفي الاخر اتسحب واكتشفنا ان عنده صليبي. فيعني انت بتتك عليه ليه؟ ممكن ال5 دقايق دول يخلوه بدل ما يرجع في 10 ايام يرجع في شهر، والماتش مش محتاج اصلا. المهم ان الشوط الثاني ما فيهوش حاجه تذكر الا ان احنا بدانا نشوف الصفقات الجديده. شفنا مروان عطيه لعيب هايل من ايام ما كان في الاتحاد، الرؤيه عنده حكايه، لعيب واثق في نفسه وما بيتهزش، الكرات الطويله عنده مسطره. محتاجين ده بجد، محتاجين في النادي الاهلي الكواليتي دي. مروان عطيه لو كمل كده وخد ثقه اكتر والظروف سمحت له ان هو يشارك، اعتقد ان هو هيلبس اساسي معانا. مركز 8 عصري بمواصفات البلاي ميكنج كمان، اللي بنقول عليه الديب لاينج بلاي ميكر. شفنا كمان محمد كريستو لعيب كويس صغير في السن، سريع كده وخفيف، بس هو نازل عايز يعمل كل حاجه في الكوره. نتمنى كده يهدى، والراجل ده لو فعلا تم صنفرته ومستر كولر حط كده رتوش عليه هيطلع منه شغل مفيش احسن من كده. وان شاء الله ثقتي في مستر كولر ان الراجل ده هيظبطه. شفنا كمان خالد عبد الفتاح اللي ملحقش يلعب كباك يمين قوي، يا دوب لعب 7-8 دقايق، فما نقدرش نحكم عليه، باستثناء كده ان كان ليه كوره في تغطيه عكسيه عملها بشكل كويس، بس برده ما نقدرش نحكم عليه دلوقتي. مع نزول طبعا مجدي قفشه نبدا نلاقي الريتم هدي، البلاي ميكنج قل، مع ان شادي حسين نزل وفي مساحات لان سموحه عايزه تسجل اي هدف، الا ان احنا كنا بنلاقي ان مجدي قفشه يستلم الكوره ويرجع بيها على ورا بدل ما يفتح لعب لقدام. فما نقدرش نقول حاجه غير ربنا يشفيك ويطمنك على ابنك يا مجدي. وفي الدقيقه 87 حسام حسن لانه فاهم دماغ رامي ربيعه المتهور يلبسه ضربه جزاء صح. هي ممكن ما تتحسبش بالمناسبه، بس المهم يعني ان هي تلبيسه من حسام حسن لرامي ربيعه، ويخش حسام حسن ويحط الجون، وكتر خير الراجل برضو عارف اللي فيها مع الجماهير، وده اللعيب الذكي اللي مش عايز يعمل مشاكل مع جمهور. ويخلص الماتش 3-1 عشان يصعد النادي الاهلي ويقابل بيراميدز في نهائي كاس مصر بتاع السنه اللي فاتت. ويلا بينا على الملاحظات. الملاحظه الاولى وهي خاصه بكهربا، مش عشان قصه الايقاف والظلم والكلام ده كله، انا معيش ارقام، بس اللي معاه ارقام كهربا يا جدعان. كهربا رغم ان هو اقل وينج شارك مع
مع النادي الاهلي الا انه اكتر واحد اثر مع النادي الاهلي بالمقارنه بعدد الدقائق اللي شارك فيها. هتقول لي ما عندكش ارقام، امال بتتكلم ليه كده؟ اقول لك لا، شفت ارقام بس ما عنديش الارقام دلوقتي. من ايام موسيماني لما كان ميعاده على الدكه، كهربا كان بينزل دقائق معدوده، يا اما بيعمل اسيست يا اما بيحط جون، بيعمل كده منكش في الملعب. كهربا بقاله 3 سنين في النادي الاهلي، ما اداش النادي الاهلي اللي كنا مستنيينه منه، ولكن رايي الشخصي ان الراجل ده لو كان استمر في دقائق اكتر في الملعب كنت هتشوف مردود مختلف تماما. يمكن كهربا هو الوحيد فعلا اللي اقدر اقول ان هو ما خدش فرصه كامله، ورغم كده كل الدقائق اللي خدها قدر يثبت نفسه. اتمنى مشكلته تتحل على خير ويرجع تاني، لان هو قيمه كبيره جدا للنادي الاهلي ومنتخب مصر، وربنا يفك ازمته. كمان ظهور كهربا النهارده بالشكل ده ما يديش اي مبرر للي بنشوفه من مهاجمين النادي الاهلي بقالنا فتره طويله. فكره التحركات وان انت تخلق مساحه وان انت تخلص فرصه دي الف ب مهام مركزك. ما تقوليش بقى انعدام ثقه او غيره، لان اللعيبه دي خدت بدل الفرصه 10. فرايي اللي خلاص ما قدرش يثبت نفسه دلوقتي مش هيثبت نفسه بعد كده. النقطه الثانيه، حابب اشيد بالجبهه بتاعت محمد هاني وحسين الشحات. محمد هاني من ساعه اصابه اكرم توفيق واحنا فعليا مش حاسين باي غياب لاكرم توفيق، بالعكس شايفين اداء هجومي محترم من محمد هاني، اوفراته بدات تتظبط الى حد كبير. التفاهم اللي بينه وبين حسين الشحات تحس ان هما الاثنين كده مريحين بعض. مع رجوع محمد طاهر ووجود محمد كريستو، اعتقد الجبهه اليمين دي خلاص ما بقاش فيها مشكله، كمان بعد ما جبت خالد عبد الفتاح. لاول مره من فتره نشوف الجبهه اليمين بتنافس جبهه علي معلول في الاداء. النقطه الثالثه وهي خاصه بديانج، لعيب دبابه بالمعنى الحرفي للكلمه. لما الراجل ده بيبقى في الفورمه يا جدعان، اعلى كواليتي لعيب في مركزه في مصر ويمكن في افريقيا كمان. نتمنى يفضل على كده ونشوفه ماتش الزمالك ان شاء الله بمستوى اعلى، لانه بيفرق كتير قوي. النقطه الرابعه وهو سؤال، مع اقتراب قدوم صفقه جديده وهي صفقه المهاجم اللي كل الكلام داير عليه الفتره دي، لو هيبقى عندك مهاجم تاني دكه تختار شريف ولا شادي؟ رايي الشخصي اختار شادي حسين، لان محمد شريف وصل لمستوى مزري، وده مش معناه ان شادي حسين يعني حلو قوي، ولكن بالمقارنه لا، شادي حسين هو اللي يكون المهاجم التاني، لان برضو الفرص اللي خدها محمد شريف اكتر كتير جدا من شادي حسين. النقطه السادسه وهي كولر في المؤتمر الصحفي. كولر في المؤتمر الصحفي شكر 2 فعليا، شكر كهربا وقال ان هو عمل كل المطلوب منه واكتر، واتكلم على علي معلول وقال ان هو عامل زي الترس اللي بتحطه في المكنه وتحط له نقطتين زيت يشتغل. انا نفسي تحافظ على الترس ده يا باشا، نفسي التغييرات اللي عمال تريح فيها الناس دي يكون اول واحد تفكر فيه علي معلول. اذا كانت الجبهه اليمين عندك اتظبطت بشكل كبير، الجبهه الشمال انت ما عندكش بديل لعلي معلول وداخلين على معجنه. نفسي اول ما تضمن النتيجه علي معلول اول واحد اشوفه خارج من الملعب. كمان نفسي اشوف بديل لعلي معلول زي كريم الدبيس، طلعه يا باشا وجربه، صدقني مش هنخسر حاجه. في ظل زحمه الاصابات اللي احنا شايفينها دي والايقافات، لازم نشوف عيال صغيره طالعه. محمد مغربي ده لازم يطلع ونشوفه حتى على الدكه. النقطه السابعه وهو اعتراف ان بحب مستر كولر جدا، مش بس عشان ذكائه في الملعب، هو طبعا كمدير فني ليه اخطاء زيه زي اي انسان، ولكن مستر كولر في تعامله مع الصحفيين كده تحسه ان هو راجل ذكي، لما بيتزنق بيقلب الموضوع ضحك، بيعرف يتعامل مع الاعلام، بيعرف يقول ايه. متاكد ان هو عامل روح كويسه جدا في الفريق جوه النادي، اتمنى نحافظ عليه. وفي الفترات اللي النادي الاهلي بيقع فيها لازم نديله الحمايه الكافيه من الاعلام، عشان ده اول ما يقع هتلاقي كله بينهش في لحمه. انت بس عشان مركز اول من اول الدوري وخدت سوبر معاه وكسبان بيراميدز ومؤدي بشكل كويس الى حد ما بالمقارنه ببقيه الفرق اللي عماله تنقط برده نقط زيك، فمحدش عارف يجي جنبه. انما لا قدر الله لو فجاه بقينا مركز تاني بفرق نقطه، كولر ده هيتغسل 24 ساعه في الاعلام. في النهايه الف مبروك للنادي الاهلي الفوز والاداء وعوده كهربا، وربنا يحل له مشكلته على خير. نتمنى ان شاء الله نشوف ماتش الاهلي والزمالك يوم السبت، ماتش محترم، وان شاء الله نوسع الفرق النقط ل8 نقط. ده كان كل حاجه النهارده، نشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده. السلام عليكم.